وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي واتحاد الكره المصري لو مش هيقفوا بجانب النادي الاهلي في شكوى ضد نادي الهلال السوداني يبقى عليهم الرحيل. ليه بقى؟ لان دي مش قيمه الكره المصريه، ولو قيمه الكره المصريه هتكون كده في وجود حضراتكم يبقى اتكلوا على الله. والفكره ان اتحاد الكره المصري والدكتور اشرف صبحي بالذات كانوا بينظموا اكتر من بطوله للاتحاد الافريقي، نوع من دعم الاتحاد الافريقي سواء في القدم او في السله او في اليد، بطولات كتير جدا. لو جيت دورت هتلاقي اكتر من 5-6 بطولات، وكان الكلام دايما بيتقال ان هو دعما للاتحاد الافريقي، وده ما كانش فيه عائد مادي ابدا، لان من الاخر البطولات دي ما فيهاش سياحه كتير، او افريقيا ما فيهاش مش هتجلب سياحه كتير، فالموضوع ما كانش فيه مكسب مادي. لو انا التضحيات دي للقاره مش هتديني على الاقل تقدير معنوي من القاره دي، يبقى ملعون القاره على اللي فيها. لو انا في النهايه فرقه هتخرج تتهان في قاره افريقيا وشويه صيع يقعدوا ان هم يهينوا فينا، لا، يبقى ملعون القاره على اللي فيها، ولا ادعمهم ولا اعمل لهم اي حاجه تدعم. ومحدش يجي يقول لي ان انا لا واخوات لا يا باشا، احنا قدمنا ايد العم مره واثنين وثلاثه، ودايما بنلاقي من الاتحاد الافريقي ودايما بنلاقي من الافارقه قله تقدير. وانا هو اسود عشان ما حدش بس يقول لي ان انا عنصري، هو اسود اهو والله. تمام؟ ففكره ان انا في النهايه كدوله او كمصر وفرقه مصريه ما الاقيش في الاخر تقدير من الاتحاد الافريقي، يبقى ملعون ابوه، ملوش لازمه بالنسبه لي، غرفه 60 داهيه، ولا ادعمه بعد كده ولا اعمل له اي شيء. لكن انا في النهايه كل شويه قاعد بدعم الاتحاد الافريقي وانقذه من الغاء بطولات وفي الاخر الاقي دي المعامله، لا معلش. الاتحاد الافريقي ده لما المغرب انسحبت من تنظيم بطوله الافريقيا اللي قبل الاخيره اللي كانت قبل الكاميرون، احنا اللي استضفناها، وكان استضفناها في وقت قصير جدا وكلفتنا اعباء ماديه كبيره جدا. وفي النهايه قال لك ان المغرب هتتعاقب. الوداد لما طلب ان هو يستضيف نهائي افريقيا للانديه، هو اللي اخده مش النادي الاهلي. هو ساعتها اللي استضاف البطوله مش النادي الاهلي. ليه بقى؟ لما انا اللي اقدر، المفروض المغرب دي اللي هيبقى عليها عقوبات مش انا. المفروض المغرب دي اللي المفروض كنت تعاقبها وتعاقب فرقها ان هي ما تستضيفش اي بطوله افريقيا بعد انسحابها، ولما حطيتك في موقف سيء وكانت البطوله هتتلغي لولا ان احنا انقذناك. في النهايه الوداد هو اللي يتوافق له ان هو ينظم نهائي افريقيا والنادي الاهلي لا، يبقى ملعون دي قاره، ويبقى انت كوزير بتتصرف غلط، ويبقى انت كوزير مش عارف انت بتعمل ايه ولا عارف قيمتنا ايه، ولا عارف تاريخ الكره المصريه ولا تاريخ الرياضه المصريه. لما نخرج نتهان اكتر من مره بالشكل ده، لا، يبقى تتكل على الله احسن. يبقى انت كوزير كلفتنا فلوس وكلفتنا اعباء ماديه ما استفدناش بيها اي حاجه في النهايه، لان زي ما قلت افريقيا مش هتكسب من وراها سياحه وما كسبناش من وراها اي عائد معنوي. في الاخر فرقنا هي بتخرج بره تتهان. فلو على كده يبقى حضرتك واتحاد الكره تاخدوا بعضكم وترحلوا وتتكلوا على الله.